السلام عليكم، هلا والله، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة يا رب. فيديو اليوم فصال رياضي بطريقة مبسطة جدا. طريقة التفصيل أن هذا القماش 2.5 متر وطبقناه على 2.5 متر كلهم. عندنا أول طريقة الفصال الرياضي حطبق لكم إياه للمبتدئات، طريقة التفصيل بالطريقة الصحيحة. عندي هذني الجهة المطبوقة والجهة المفتوحة خليها من الجانب، أما الطريقة المطبوقة حخليها من أمامي. هذه الفصال حنطلع من الفصال العدل، فصال حفرتنا يعني العادية، ونحوله إلى فصال رياضي. عندنا أول بداية 8 سنتيمتر حفرة الرقبة كالمعتاد، ونزلها حفرة الرقبة شقد 3. أما الكتف 20 سنتيمتر. بعد 20 سنتيمتر قبل لا اخذ 3 سنتيم مالت الكتف ما حاخذها كلها من بداية الحافة مالت القماش، واخذها 21 سنتيمتر، ونخطه مثل كأنما عدنا جاي نفصل حفرة الردان. بعدها نحول فصلنا للرياضي. قبل كل شي بعد ما اخذت حفرة الابط وحفرة الكتف حنزل نزال الخصر هنا عندي لازم 14 سنتيمتر. ليش؟ لأن قلنا هذا فصال رياضي. أما العرض 35 سنتيمتر والقياس اكس لارج. القياس اكس لارج يعني اكسين لارج. نجي نخط حفرة الأبط بهذه الطريقة مع حفرة الخصر بهذا الشكل، نقوسها وننزل بيها لنهاية القطعة. شوفوا هسه حاليا اني فصلت لكم اياها الفصال الطبيعي مالتنا، يعني حفرة رقبة، ميلان الكتف، وحفرة الأبط ايضا، ونزال الخصر. شوفوا هنا القياسات مالتنا بالاشبال اعطيتكم اياها ايضا سجلوها عندكم. وبعد كل شي نجي انه نحفر حفرة الرياضي. طريقة حفرة الرياضي شلون حناخذها؟ هنا إذا عندكم من 8 سنتيم حافة الرقبة أجي أخطها بهذه الطريقة. شو حيصير عندكم؟ حيصير عندكم فصال الرياضي. شوفوا نفس القياس، إن كأنما نزلت حفرة الأبط. شوفوا شبر وكف وإصبع، أو أيضا بالفصال الطبيعي عادي حفرة الأبط، وهذه شوفوا شبر وكف وإصبع زيادة، نفس قياس حفرة الأبط بالفصال الرياضي. وهذه التقويسة مهمة أيضا للفصال الرياضي. بالنسبة إلي أني إذا تحبون الفصال عدل، فصال الرياضي فقط تحفرون حفرة الصدر وتشكلون الردان بيها، حيصير عندكم فصال عدل. بالنسبة إلي هذه الخط اللي خطيته للفصال إذا ما تحبون بخرطة بالفصال الرياضي. أما أني أريد الفصال الرياضي بخرطة بالقطعة الأمامية والقطعة الظهر. هنا حسوي قطعة الظهر الأمامية والظهر اشقد 16 سنتيمتر. شوفوا هنا فصال الرياضي، هذا قلت لكم من الفصال العادي نحوله الفصال رياضي. هنا هذه ما ححتاجها الحفرة نهائيا، حفرة الصدر رأسا حجي أحفرها، حطكم إياها بالأشبار. شوفوا هذه الشبر مثل ما قلت لكم وكف وإصبع. أما هذه فتر. شوفوا هذا الكف مالتنا جاي أكرر عليه حتى يدقق عندكم هذا من الفصال العادي حولنا الفصال الرياضي. بالنسبة لهذه المسافة إذا حبيتوا فصال الرياضي بدون خرطة، بالنسبة إلي أنا أريدها خرطة حسويها قياس فتر بالفصال الرياضي. أجي أقص الفصال الرياضي مالتنا بهاي الطريقة، وأيضا نفس التقويسة، يعني ضروري هاي التقويسة بالفصال الرياضي حتى متبوط عندكم من يم جهة الصدر. هذه القطعة اللي من عندها حطلع من عندها الردان. نرجع للقطعة
الصدر. عدنا فقط حاخذ القطعة الأولى، هذه قطعة الأمام. إيش قد حاخذها؟ حاخذها 3 أصابع بالفيتة 5 سنتيمتر، بالفيتة 5 سنتيمتر. بعدي أجي أقص القطعة ال3 أصبع، أوخرها هذه تلغي. إذا أريدها نفس القياس المضبوط أقلب القطعة بهذا الشكل، وآخذ الزايد حتى يطلع عندنا 16 سنتيمتر للقطعة، يعني خرطة قطعة قصة بسيطة، بس أيضا هم تأثر عليكم بالتفصيل، يعني لازم تلغي. هذه فصال القطعة الأمامية. بعد ما أخذنا القطعة الأمامية أجي بعدي أحفر حفرة الصدر. إيش قد حفرة الصدر؟ حاخذها 5 سنتيمتر. وبعد ما خطيناها بهذا الشكل بالأصابع، هذا قياسنا فتر، وحفرة الصدر 3 أصابع نزالها أيضا. وبهذه الطريقة حفرنا القطعة، وهذه حصير عندكم خرطة بالفصال الرياضي. بعدي أجي على تفصيل القطعة الأردن. نفصل القطعة مالتنا العفو، ونكمل شغلنا للأخير. هذه حطلع من عندها مثل ما قلت لكم الردان. أما هذه القطعة نكمل فصلنا للأخير. أصفط القطعة وأسحبها حتى يبين عندكم الفصال كامل. وأطلع بيها عدل للأسفل، وبعدي ناخذ دوران القطعة من أسفل القماش. إن شاء الله طريقة التفصيل واضحة ومبين أمامكم التصوير واضح، وأتمنى من عندكم تشتركون بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شي جديد من قناتي. هنا حاخذ من الطول، بما انه زبونتي قصيرة اخذت من عندها شقد 4 أصابع ولغيتها هذه القطعة. واجي بعدي ندور القطعة من الأسفل. بالنسبة لهذه القطعة نستفاد من عندها القطعة الردان تطوالة أو تغليفة الصدر. هنا ناخذها كف إشقد 10 سنتيمتر. هذه المسافة من هنا 10 سنتيمتر التقويسة. أجي على قطعة تفصيل الردان. هذه بعد ما حفرنا حفرة الرياضي والتخصيرة، شوفوا مبين أمامكم. هذه القطعة اللي هذا حطلع من عندها الفصال الردان. عندنا هنا 14 سنتيمتر. هذه 14 سنتيمتر أول خطوة أقصها. بعد ما قصيتها عندي ردان أنا بما أنه أريدها قصيرة وشوية كلوشة. هذا القياس اللي أخذناه، شوفوا من هذه النقطة إلى هذه النقطة شبر وكف، وفوقها أصبع زيادة. إذا ما عرفتوا هذه الطريقة تجيبون قطعة الظهر، تفصلون القطعتين الردان، يعني الردان اثنيناتهم نفصلها على قطعة الظهر، وبعدين أقول لكم ليش فصلت القطعتين سوا. أجي أصفط القطعة بهذه الطريقة، نفس حفرة الظهر نفسها أطبقها على الردان بهذا الشكل، نفس الطريقة. وبعدي أقص الزيادة من القطعة. هاي قطعة الردان. بعدي أجي أقوس القطعة بما أنه هي كلاشة من الأسفل، أقصها. وإذا قليل القماش عندكم تقدرون زادت من التخصيرات مالت القطعة من الأسفل تفيدكم تطوالة للردان كأنما مسطرة أو كشكشة تضيفون على الردان، تطلع كلش حلوة ومرتبة أيضا. بالنسبة إلي أني الدشداشة ردانها ربع،
فقصيت هذه دورتها من الأسفل لأن أريدها كلوشة من الأسفل. هذه قطعة الردان. بعد هي أجي على الخطوة الثانية، أجي أفتح القطعة مالتنا الثانية مالت الظهر، شوفوا هذه حفرة الإباط وهاي الحفرة الثانية مالت الردن. نجي على القطعة الأولى، دائما حتطلع بالفصل رياضكم عندكم خياط بالردان من الوسط. إذا تريدون القطعة 2.5 متر وكلوشة يعني بيها، طلعوا دائما الردان مثل ما فصلته بالطريقة الأولى لكم. هذه القطعة الأمامية للصدر، أجيبها أطبق عليها القطعة. ليش عندنا القطعة الظهر لازم من وراء تصير الدشداشة مسترة. هذه منها بعدين حاخذها لكم، بس حاخذها مع حفرة الصدر. شوفوا لحد حفرة الصدر لازم تاخذون هذه الحفرة. هذه حفرنا قصة الردان، صارت عندكم شبر وشقد و3 أصابع. أما قطعة الظهر شقد صارت عندكم شبر وكف وإصبع زيادة، لأن دائما ظهر الرياضي لازم يكون مستر. بعدي أجي أعدل القطعة، لازم أخذها شوية مائلة كأنما تصير القطعة عندكم عدلة بهاي الطريقة. هذه فصال